خد بالك وانت في اي انترفيو حاول تتجنب ال9 اخطاء دول عشان تزود من فرصه قبولك في الشركه. اول غلطه انك عامل حسابك انك هتوصل بالظبط على ميعاد الانترفيو، فيحصل اي حاجه وتتاخر في الطريق، فيكون اول انطباع عنك انك شخص مش ملتزم. الغلطه الثانيه انك كاتب في السي في حاجه مش حقيقيه، لانك مع شويه اسئله بسيطه من الانترفيور هيكتشف ان انت بتكذب وهتفقد مصداقيتك في اي حاجه هتقولها بعد كده. الغلطه الثالثه ان انت ما تكونش جاهز للانترفيو، سواء ان انت ما تكونش قريت عن الشركه او ان انت ما قريتش التوصيف الوظيفي اللي موجود في الاعلان بتاع الوظيفه، لان ده بيدي انطباع بعدم الجديه. الغلطه الرابعه انك بتظهر سلوك سلبي او ان انت بتبقى لو انرجي، سواء بالبادي لانجوج او بطريقه قعدتك او بتون صوتك، فحاول ان انت تكون باين ان انت متحمس للوظيفه بس مش بشكل مبالغ فيه. الغلطه الخامسه ان يبان ان انت خايف او ان انت مش واثق في نفسك. افتكر دايما انك لو مش واثق في نفسك محدش هيعرف يثق فيك، واقصى حاجه الانترفيور ممكن يعملها معاك ان هو هيكون بيرفضك من الوظيفه، ودي مش اخر الدنيا. الغلطه السادسه انك تتكلم عن المكان اللي انت لسه شغال فيه او كنت شغال فيه بطريقه سلبيه، لان الانترفيور غالبا هيحس ان المشكله عندك او ان انت تتكلم عن شركتهم بطريقه سلبيه لو انت جيت تشتغل معاهم. الغلطه السابعه انك ما تكونش مركز في الانترفيو، فهو انت بتقدم نفسك تقعد تعيد نفس الكلام، او انك ما تفهمش الاسئله بطريقه مظبوطه فترد في اجابات بعيده. الغلطه الثامنه انك ما تكونش مقيم نفسك كويس، فتبالغ في ان انت تقدم نفسك، وده هيبان لما تطلب مرتب غير مناسب لثمنك الحقيقي في سوق العمل. الغلطه الاخيره انك تظهر انك ما عندكش اي فيوتشر فيجن، وده سؤال غالبا هيتسالك باشكال مختلفه، ومطالب انك تجاوب بطريقه منطقيه مناسبه مع خبرتك في الوقت ده. في النهايه انا مريم عزت، وده برنامج انفو ببساطه. ما تنساش اللايك والفولو.